9 فنانين فقدوا عيالهم بطريقة صعبة. حسن يوسف بين صدمة وذهول اتفاجئ الوسط الفني كله بحادثة وفاة عبد الله بن حسن يوسف وشمس البارودي، واللي عمره يا دوب لسه 35 سنة بعد غرقه في شاطئ من شواطئ الساحل الشمالي. عبد الله هو الابن الأصغر لحسن يوسف، ودرس الطيران في أوكرانيا وبعدها أخذ بكالوريوس إعلام من جامعة بيروت. وبالرغم من إنه اتولد داخل عيلة فنية في المقام الأول، إلا إنه فضل يبعد عن الأضواء لأنه ملقيش نفسه في الفن. هاني شاكر في سنة 2011 فقد هاني شاكر بنته دينا بعد رحلة علاج طويلة قضتها جوه وبره مصر، لما عرفت بمرضها بعد ما خلفت بناتها التوأم ملك ومليكة. وعلى الرغم من محاولتها إنها تنتصر على السرطان، لكنها للأسف خسرت في معركتها ضده وفقدت حياتها. ووصف هاني شاكر فقده لبنته في أحد الحوارات وقال: هي معايا على طول حقيقي، يعني ما بتفارقنيش لحظة، وكل حاجة حلوة أنا بعملها في حياتي أنا عارف إنها بتسعدها، وعارف إنها حاسة بيا قوي وبمامتها وولادها وأخوها، ويا رب يجمعنا معاها يا رب على خير في الجنة. ليلى غفران. قصة موت هبة بنت ليلى غفران واللي اتقتلت وهي عمرها 23 سنة ما كانتش مجرد قصة موت عادية أو عابرة كده والسلام. دي قصة هزت الرأي العام في سنة 2008، لأن هبة ماتت في شقتها مقتولة ب30 طعنة، وده حسب تحريات الشرطة. لكن ليلى غفران صرحت وقالت إن السنين ما قدرتش تنسيها بنتها، وإنها لسه ما اتجوزتش الحادثة. وقالت في أحد لقاءاتها التلفزيونية: دي بنتي، دي حتة مني، لحد دلوقتي مش عارفة أعيش حياتي طبيعي، لحد دلوقتي عايشة بألم، ولا عارفة أغني ولا عارفة أعيش طبيعية زي الناس، لأن حتة مني ما بقتش موجودة. حسن حسني ما سلمش من ألم شعور الفقد لما اتحرم من فاطمة بنته في سنة 2013 بعد صراعها مع مرض السرطان. موت فاطمة على الرغم من إنه كان متوقع بسبب مرضها، إلا إن حسن حسني اتأثر لدرجة إنه اختفى عن الأضواء فترة عشان يقدر يتحمل صدمة فراقها. شريفة فاضل صاحبة لقب أم البطل بسبب أغنية أم البطل اللي قدمتها بعد استشهاد ابنها بدير في حرب أكتوبر 73. بدير استشهد أثناء عمله كطيار بعد تخرجه وفارق الحياة، وفضلت سيرته الطيبة منتشرة بين كل الناس. سميحة أيوب. فقدت سميحة أيوب ابنها الوحيد محمود من الفنان محسن سرحان وهو عنده 62 سنة بسبب أزمة قلبية حادة اتعرض ليها أثناء وجوده في أمريكا. رجاء حسين. بإنكار وذهول استقبلت رجاء حسين خبر وفاة ابنها كريم وهو عمره 43 سنة بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وده حصل له وهو سايق. رجاء كانت مصدومة في الأول من خبر موت ابنها، وقالت إنها فضلت عايشة طول عمرها بألم فراقه. داليا البحيري. أعلنت الفنانة داليا البحيري أثناء لقاءاتها بأحد البرامج التلفزيونية عن فقدانها لبنتها الأولى خديجة وهي في سن صغير، وده حصل بسبب إصابتها بمرض نادر. وقالت داليا إن الموت في حالة بنتها راحة، لأنها لو كانت لسه عايشة كانت هتواجه معاناة محدش يقدر يتحملها. جورج وسوف. بسبب خطأ طبي اتحرم جورج وسوف من ابنه وديع، وفقد وديع ابنه حياته بعد مضاعفات اتعرض ليها أثناء إجراء عملية جراحية لجأ ليها عشان يخسر وزنه الزايد، بس الحقيقة إنه فارق الحياة من خلالها. بالرغم من إننا دايما بنشوف الفنانين عايشين حياة سعيدة، لكن في حقيقة الأمر حياتهم بينها وتفاصيل تحزن. ربنا يرحم موتانا جميعا.